إذا أردت أن تستعيد سيفك من دليله، لكنك لن تكون مضطرا لملاعبتها من جديد. ستلاعبني أنا هذه المرة. سنلعب الشطرنج. لا، معذرة يا مولاي، هذا ليس عدلا. أنتم تعلمون أن الزئبق لا يجيد لعبة الشطرنج، وقد سبق لي أن أخبرتكم بذلك. أنا من يختار الرهان، وأنا من يتحكم فيه. خرقت العهد حين تسللت إلى قصري بهيئة طبيب، وكان بإمكاني قتلك لذلك السبب، إلا أنني سأمنحك الفوز بالرهان والمقدمية والسيف إذا غلبتني في الشطرنج، والغنيمة الكبرى هي زينب، ستكون من نصيب الفائز منا. زينب ليست غنيمة أكسبها في لعبة يا مولاي. أمامك خياران لا ثالث لهما: إما أن تلعب معي وتوافق على الرهان، أو ترفض فتخسر كل شيء وترحل عن بغداد وحيدا كما جئتها. سألعب أنا بدلا منه. بل هو من سيلاعبني. إياك يا علي. اسمع كلامها أيها الزئبق، اسمع كلامها وارفض أيها العاشق المتيم. موافق. لطالما كنت صادقة يا زينب. دورك يا زئبق. أنت تجيد اللعب، لكن ليس إلى الحد الذي يؤهلك لمطاولتي. الشاه يموت، وهذه المرة لا مفر. إنها النهاية يا علي الزئبق. ليس بعد، ليس بعد. هذه اللعبة يا مولاي دون أن يفوز بي أحد. إما أن أكون للزئبق أو لا أكون. اقتلني يا مولاي. اقتلني أولا أيها الوالي، فلن يفرقني عن زينب إلا الموت، إلا الموت.